أكتر دعوة أحافظ عليها عشان أخرج من الهم والحزن وربنا يرزقني بالفرج والرزق. آية وحديث. الآية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. على سبحتك 100 مرة. الحديث: حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن ما من عبد يصيبه هم أو غم فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وهمي إلا أبدله الله مكان حزنه فرحا. سيدنا النبي قال كده. قلنا يا رسول الله نتعلمه؟ قال ينبغي لكل من سمعهن الكلمات دي أن يتعلمهن. فاعمل كده يا صديقي.